بعد الفيديو ده هتعرف تقرأ 3 كلمات المحترفين بيغلطوا فيهم قبل المبتدئين. الكلمة الأولى اسمها suggest، مش بنقول suggest، الجي جي اللي هنا مش بننطقهم ج، بنقول عليها د. suggest. في نقطة سريعة تاني اللهجة البريطانية بنقول عليها suggest. خلي بالك إن الاسترس موجود على الجزء الثاني من الكلمة، فبنقول suggest. وده verb معناه يقترح، فأقول لك مثلا I suggest we leave early. الكلمة الثانية هي الاسم من الكلمة الأولى، يعني الأولى فعل الثانية اسم ومعناها اقتراح، نطقها زيها بالظبط suggestion، هنزود بس الشن suggestion ومعناها اقتراح، فأقول لك مثلا that's a good suggestion. الكلمة الأخيرة وهي collaboration، وخلي بالك إن هي اسم ومعناها التعاون، والاسترس موجود على الجزء الثالث من الكلمة اللي هو ray، فبنقول collaboration التعاون. فأقول لك مثلا our team's success depends on good collaboration، يعني نجاح فريقنا بيعتمد على التعاون الجيد ما بيننا. عايزك تقول لي كنت بتعرف تنطق الكلمات دي ولا لا، ولو عندك كلمات صعبة مش عارف تنطقها اكتبها لي في الكومنتس.